احكي لك القصة انا اللي اتشرحت توضيحيا ازاي حصل الموضوع ده. اول حاجة يقول لك انه هو الجندي المصري مشى قرابة ال5 كيلو جوا الاراضي التانية المحتلة. فدخل مشى في ضرب صعب، يقول لك صعب انه حد يمشي فيه، ولكن الجندي كان عارف الطريق، حافظه كأنه ماشي فيه قبل كده، وحافظ الطريق وعارف اماكن الجنود الاسرائيليين. يقول لك الجندي المصري الصعيدي البطل مشى في الصحراء، تقريبا في الصحراء الاسرائيليه في حدود الاسرائيليه 5 كيلو في ضرب صعب جدا جدا. بيقول لك انه هو قطع السلك، في سلك شيء قطعه بسكين، ووصل للجنود اللي هم مختبئين او في مكان محصن حصين يعني، وقدر يوصل لهم واشتبك معاهم. اصاب اول واحد، واصاب الثاني، واصاب الثالث، وفي 2 اصابهم في ارجلهم وفي اماكن متفرقه، دول مصابين لحد ما قتل البطل. فالعمليه يعني جات اول حاجه مباغتة، ثاني حاجه غير متوقعه، وبعدين يعني في استحاله في تنفيذه في اعتقاد الجانب الاسرائيلي. ولكن البطل عمل حاجه. انا من رايي الحدث ديتي، سيبك من الاعداد، او سيبك من ان شاء الله يكون ما صبش ولا واحد، ولكنه الكام سنه اللي فاتوا ديتي الناس توجهت توجهات اخرى، تلهت في الغلاء وتلهت في كل شعب في بلده. ولكن جاء الحدث ديتي احيا الامل في الناس، جعل الناس تقول الله اكبر، خصوصا انها جايه من مصر، من شخص مصري. وده اكتر شيء يخشاه الطرف الاخر، انه هو الطرف المصري الطرف الاصعب عليه، الطرف الاقرب للوصول اليه، وهو كان مؤمن منه خلاص، يعني اخذ كل الحظر واخذ كل الامان، ولكن جاءته من حيث لا يحتسب. وسبحان الله، المليارات اللي بتدفع عشان تغيير الهوية بتاعت الناس وتغيير مسار القضايا بتاعتهم من قضايا رئيسية إلى قضايا فرعية تافهة وأغاني وبرامج تيك توك وبرامج حاجات كده، إلى إنه الشخص ديته وبحدث بسيط يرجع هوية الناس ويرجع لهم القضية الأساسية، ويلتف العالم العربي والإسلامي كله حول البطل ديتي اللي إحنا لسه ما نعرفوش اسمه ولا شكله ولا هو منين أصلا. فيحيى البطل، ونحسبه عند الله شهيد ولا نزكيه على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.